السلام عليكم اخوتي المغاربه، كنتمنى بانكم تكونوا بخير وعلى خير. قبل ما نبداو الفيديو، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. المهم اخوتي، في الفيديو ديال اليوم غادي نشوفوا تحذير رسمي وناري من طرف محامين النادي محامين المغرب للسنغال، وكذلك جوج ديال الشركات المكلفه بملعب ستاد دو فرانس، واللي منها جي ال ايفنت. جا هذا التحذير اخوتي بعد التصعيد السنغالي، خصوصا من المحامين او رئيس السنغال، اللي قالوا بانه غادي يحتفلوا بكأس إفريقيا في ملعب فرنسا. وكذلك جاء التحذير هذا لكي يعني بشكل قانوني، لأنه الكاف سحبت كأس إفريقيا من السنغال، فأي تجاوز قانوني وأي احتفال للسنغال في هذا الملعب غادي يتم يعني تتبع المساطر القانونية ومعاقبة المكلفين في هذا الملعب والشركات يعني المساهمة فيه. هذا التحذير اخوتي جاء بعد التصعيد ديال محامين السنغال، وكذلك الرئيس الكونفدراليه السنغاليه لكره القدم، اللي خرجوا كيقولوا بانه سحب كاس افريقيا من السنغال كتعتبر خيانه وغدر وبزاف ديال الكلام النابي والبلطجي. وكذلك قالوا بانهم غادي يرفعوا دعوى قضائيه على خمسه ديال الاشخاص كاينين في الكاف، يعني خرجوا على السيطره ديال بصح، ولكن قلبوا عليها ديال بصح. غتنزل عليهم الكاف والطاس بواحد العقوبات ما عمرهم غادي ينساوها. المهم هادشي جابوا لهم يديهم وجابوا لهم فمهم. بالنسبه للمحامين ديال المغرب اخوتي، بعد التصريحات ما خرجوا قالوا حتى شي حاجه، خلاهم يبقاو يهضروا. يعني الدق والسكات حنايا ما كنهضروش بزاف، ولكن فاش نطبقوا المساطر القانونيه وكنخرجوا ندوي، خاصنا نخرجوا ندوي في المعقول، باش نخرجوا نهضروا بتصريحات يعني خارجه عن كره القدم. المهم اخوتي، بعد ما ناضوا قالوا بانهم غادي يحتفلوا بكاس افريقيا في ملعب ديال فرنسا، محامين ديال المغرب ناضوا قاموا بالقانون ديالهم. هذاك الشيء اللي خاص يكون، ناضوا حذروا الشركات المكلفه بهذا الملعب هذا، يعني اي تجاوز قانوني غيتم المعاقبه ديالهم، لانه هذا السحب ديال كاس افريقيا سحباته الكاف، يعني هذا الشيء رسمي من طرف الكاف. يعني اي تجاوز غيتم المعاقبه ديريكت، يعني المغرب ما كيلعبش هنا في هذا الموضوع ديال القانون. المهم اخوتي، هادشي اللي كاين بالنسبه للفيديو ديال اليوم. كنتمنى اخوتي بانكم تدعمونا بلايك ومتابعه فضلا وليس امرا، وكنتمنى بطبيعه الحال التوفيق للمنتخب الوطني اللي عنده مباراه اليوم ضد منتخب الاكوادور على الساعه 9 مساء. هادشي اللي كاين، وتحياتي لكم.